خوتي المغاربه حياكم الله اينما كنتم داخل المغرب وخارج المغرب. ما عنديش من ناكل، ما عنديش من، ماشي ما عنديش باش نخلص الضوء، ماشي ما عنديش باش ندخل الملعب نتفرج الماتش، ماشي ما عنديش باش نمشي للحمام، ماشي ما عنديش باش نشري التليفون، ماشي ما عنديش باش نقري ولادي، لا ما عنديش من ناكل. عمرنا تخيلنا المغاربه يبانوا في التلفازه ولا يبانوا في اليوتيوب ولا في الصفحات ويقبلوا يغامروا بوجههم وبكرامتهم ويقولوا للعالم ما عندناش من ناكله. وصلنا لهذا المستوى من البؤس والرداء والرعب والخوف. يا حكومة الخوف. خوتي المغاربه غنوريكم واحد جوج فيديوهات وغنعاودكم واحد القصه ديال باغيره الله يرحمه في هذا النهار السعيد، الله يرحمه. شوفوا هاد المراه خوتي ما عندي ما ناكل. شوفوا المغاربه، شوفوا وصلنا. فيسبوك ماشي لا خويا انا وحدة ضعافي ما عنديش من ناكل، ما عنديش. هادو نعاود نقول ما عنديش. عندي لا بغيت خويا ما عنديش، ما عنديش. انا ولادي في حاجه انا وياهم. ما عنديش من ناكل. ما عمري توقعت المراه المغربيه تبان بوجهها هكا ولدها في دارها وتقول ما عندي ما ناكل. وتفرج يا عالم، وتفرج يا عالم. الفيديو الثاني واحد ارجع لهم من بعد. تسمعوا هذا غيعطي ولادو، غيسمح في ولادو، ما لقى ما يوكل ولادو غيمشي يخلي ولادو. وكيقول بان الناس في القفه ديال رمضان كاين اللي عنده 50 قطار و20 قطار وياخذ القفه هو ما خداش. شوفوا بنادم ولا كيسمح في ولادو. شوفوا الحاله تقارنا اخويا، شو حالته كي ولات كنا معيشينهم في الرفاهيه ملي كانت الخير وكان محتاج المساعده، محتاج ليها 100%. عاود معايا المحل وشو الحاله محتاجين ليها اخويا. ورزقنا كيعطينا سيدنا، ما كيعطينا لا قايد لا مقدم الى السلطه. كاين اللي عنده 50 قطار اخويا مجدوبي عاطينه الدعم، وانا عندي بيتو وكوزينه ما رحمونيش. المشكل ما عندوش عشاء ليله، كاين اللي ما عندوش باش يفطر لهم، منهم انا وعندي 4 الاولاد منهم انا واحد. ما عيطوا لينا، ما جا عندنا مقدم، ما جاوش عندنا كاع، ما حاشوش لينا، تطلعنا على خاطرنا. كان الناس كياخذوا اللي عندهم الدعم. واش انت عندك 20 قطار فلاح وجدي خيشه معانا، محرومين من التمر، من الشباكيه، من الباريزيان، من الحيمات. وربي شاهد عليا الا كان ديباني وهذا رمضان اش غتجيب؟ بصله ب 360، طاطا ب 300، اش غطيب الدري الحمراء كشي ب 1800، اش غطيب اخويا؟ يا ولادك هذوك لا غنسمح فيهم واحد الساعه. لا وعلى اليمين لا بقات غادا الرويده بحال ما هكا نصاكي ونزيد اخويا وتخليهم نخليهم بقيتش قادر، تخلي ولادك ما بقيتش قادر اخويا. باش غنلقاهم باش غنكبرهم ما بقيتش قادر اخويا. الله يدي فوق راسي. دابا هذا وضع خوتي المغاربه، هذا وضع. هذا دابا تعرفوا المعطي ونجيب كتناس كتكتب عليه الصحف والمواقع الالكترونيه معطي ونجيب وكيشوه البلاد دابا هذا الفيديو هذا شكون اللي كيشوه البلاد؟ شي داكشي اللي كتب المعطي ونجيب وداكشي اللي كتبناه حنا ملي بديت انا كندير الصحافه. والله هذا الفيديو هذا هادشي المراه قد العالم كيتفرج، المغاربه ما عندهم ما ياكلوا دابا يشوهوا ولا قدام العالم. المراه في ولدها عرفتي تما اعتداء على الطفوله. تصور الناس في اوروبا عباد الله وفي الماكله العدس واللوبيا وتيجي شي واحد يقول حنا احسن من المغرب، حنا احسن من اوروبا مع كامل. كنبغيش نرجعوا عاوتاني دابا هادشي. واش هادشي يمكن لك تشوفوا دابا في بلجيكا، في المانيا، فرنسا؟ مال الميريكان وفرنسا وحنا ما شنو عندنا لداخل شنو عندهم؟ علاش حنا مبادلين بحال هكا؟ علاش؟ لا المهداوي خزن هادشي. المهداوي ورينا كاع حاكم زياش والتي جي في. لا اعداء ولا كنعطي فرصه للجزائر. اولاد الحرام، اولاد الحرام. عرفتي راه واحد البؤس مجرمين. واحد كنلقى شي امبارح واحد خينا في اليوتيوب داير عليا فيديو مهداوي. لا ما توريش هادشي المهداوي، ورينا على الحاجه. هادو يمشيو يتجمعوا في شي خنشه في شي غابه وخليهم، خليها. معلاش باغي انت الصحافه؟ لا ما توريش الصحافه هادشي، ورينا على الحاجه الزوينه. انت عدو بلادك، لا وريهم على الحاجه الزوينه. ولاد حرام. تنعبر بهذه الطريقه لان خوتي يسمحوا لي راه بعض المرات كتفقد بال معطي ونجيب مؤرخ سدو السياره الصحافه تكتب عطي مولجي. عرفتي شحال ديال الصحف خدمت معاه وشحال ديال المؤسسات وشحال ديال الاجهزه وشحال على واحد الشخص كيقول كيضر زعما. وهذا اش كيضر دابا؟ هذا من المغربي ما يلقى ما ياكل، مغربيه ما لقاش ما تاكل. المراه مدونه الاسره وهيئه انصاف المصالحه ودرنا المناصفات المراه دابا مركبه ولي الطفوله وعندنا الدستور. تسهر الدوله على الدوله والاسره حمايه الطفوله وحمايه الطفل. ما عنده ما ياكل، الطفل المغربي ما عنده ما ياكل. باغيره
واحد السجين مسكين كان معايا في الحبس، تلقيته اول مره في الفسحه. تلقيته في الفسحه وقلت له شحال شديت يا باقيره مره؟ قال لي شديت 14 مره. قلت له باقيره الا سولتك واحد السؤال، هاد 14 مره جمعها لي في كلمه، شنو الخلاصه اللي فهمتي؟ شنو استنتجتي من هاد 14 شده؟ قال لي فهمت حاجه واحده. قلت له شنو هي؟ قال لي هو انه في المغرب الجوع ما عمرك تجوع، عمرك تقول ما عندي ما ناكل. قال لي ولكن حقك ما عمرك غتشدو. يعني هذا هو المغرب كيفاش فهمته، الجوع ما عمرك تجوع وحقك ما عمرك تشدو. هو مسكين دايما كيتحاكم، كيعتبر راسو ما عمرو تشدو، ضايع في حقه، وكان عنده شي صراع على شي فران مع شي عائلته على اي. هذا باقيره من دوك السجناء اللي كيخرجوا برا كيخدموا وكيعطيهم الاداره السجون 12 درهم. سولته هذا السؤال وجاوبني هكا. دري سمر عنده شي 32 عام او 30 عام، عامر مزيان وطيب. من بعد 15 يوم على هذه الواقعه مشيت عند العالي الطرشي، الحكم الابتدائي يحكم عليا بالخميس، عالي الطرشي ب3 سنوات بالدبابه. في ذاك اليوم كنلبس حوايجي، الموظف اللي غادي بيا قال لي باقيره الله يرحم. قلت له، قال لي مات اليوم في الصباح. قال لي كيشطب في المصحه، حط شطابات تكا مات. عنده واحد الضربه بدخل مضروب، هذيك الضربه قال لك بقات كتنفس له، مشاو خرجوه برا ولكن ما كانش العنايه كامل، بقات كتنفس له مع المده حتى مات. نقسم لكم ورب العزه على مرض مرضني هاد باقيره، مرض. وغيقول لي باقيره، وهذه خصني نحلف بها لان امام الله غنتحاسب، كاين داك الموظف بلا ما نجبدو، وكاين انا حيت عاودها لي قدام الموظف، ولكن الموظف ما غنأذيش لان كتعرفوا حنا دابا صايمين اخوتي. نقسم لكم حرام عليا صيامي الا زدت شي حرف هادشي اللي نعاود لكم لانه خطير. قال لي تضربت، قال لي داولي البوليس، قال لي النائب وكيل الملك لا عمرها دار، قال لي داني، قال لي غيديوني يديوه باش منين قال له مضروب ولا كذا في التقديم ولا كذا، قال لي غداوني البوليس. قال لي والله ما هبطت، قال لي من صطافيط، قال لي هبطوا ورجعوا. قال لي نائب وكيل، قال لي تبدل ماشي نفسه نائب وكيل الملك. نقسم لكم بالله الا عاود لي مسكين بحال هكا، صحيحه ماشي صحيحه الله عليك ولا شي كذب. قال لي تبدل نائب وكيل الملك وصيفطوني، وديك الضربه بقات حتى مات مسكين. بقات عندي غصه، قلتها للمحامون، كنا غنديروا شكايه بلا ما نجبد شي اساتذه، زياره الاسره اللي تلاقيتو السجناء. علاش خلق ليا بحال طريقه باش مات ما بغاش تصرد لي بحال شي دبانه. يسمح لي على هذا التشبيه الله يرحمه، ولكن كنهضر لها. تعرفوا الدبانه حسيت انا مات بحال اللي ماتت الدبانه بشر فوق الارض بشا. وبقيت كنفكر من عند كتب ديك، كنت باغي ندير واحد السيره السجنيه ديالي، كنت غنسميها باقيره عنوان وحقره مأساة. تفكرت اليوم باقيره وانا كنشوف هاد المراه كتقول ما عندي ما ناكل، وباقيره قال لي ما عمرك تجوع في المغرب. نقول له لا يا صاحبي باقيره الله يرحمك، ها احنا وصلنا كنسمعوا المغاربه جايين. الله يرحم باقيره، فض نهار سعيد، واي واحد كيتفرج فيا يترحم عليه والله ينتقم من كل كان سبب في محنته، وخصوصا اللي قصر في الواجب تجاه هذه الروح الانسانيه. دابا خوتي المغاربه ملي كنجي انا ونشوف هذا المشهد نرجع له دابا وحده بوحده. ندوزو للمراه هي الاولى. شوف فيسبوك ماشي لا اخويا انا وحدك ضعفي، ما عنديش ما ناكل، ما عنديش. هادو نعاودوا هذه مسكينه قالوا لها راه القفه كتفرق، مشات داروا الرود دول عباد الله. هذه فيها شروط ديال الاستفاده ولا لا؟ دابا هاد القفوف اللي كيتفرقوا هذه شكون اللي ما عطاهاش؟ هاد المراه دايره وليد وراه. دابا الطفل هذا نعيشو في مو كتبكي بهذه الطريقه، كيكبر هاد الطفل غدا في المستقبل. عرفتوا علاش المغرب كيبقى دائما كيدور؟ حيت الاطفال كيعيشوا هاد المحن. دابا الطفل واخا يبان لكم صغير والله ما ينسى هاد الزاويه دمو، حتى لا ما عرفش المضمون قال لمو ويقدر يكبر يقول لمو واحد النهار ويلقى الفيديو في اليوتيوب. دابا المصيبه دابا هاد الفيديو غيلقى يكبر بهاد العاهه النفسيه والدعوه الله اللي كنسمع. دابا شو دابا كل واحد كيتفرج. هاد المسؤولين ديال المغرب عندكم مواتكم اللي كيحكموا المغرب، هاد المسؤولين كلكم. دابا واش تبغي انت مسؤول مغربي وزير، واش تبغي امك بحال هكا تشوفها مشوهه صورتها قدام المغاربه بهاد اعتبرها امك؟ هاد الناس اللي عندهم دابا هاد الباطمات واللي داخلين خارج اوروبا واللي عندهم هاد الفيلات واللي عندهم هاد الثروات واللي عندهم هاد، الا كانت هذه امك واش تبغيها تشوه بحال هكا قدام العالم؟ هاد الشوهه دابا شكون اللي مسؤول عليها اخوتي المغاربه؟
هذه امراه مغربيه كتبهدل بهذه الطريقه. سمعوا خوتي الاخر بعدا مصيبه كحله. سمعوا الاخر اخوتي المغاربه، سمعوا ولادو غيسمع فيهم. الحاله تقارنا اخويا، شو حالته كي ولات كنا معيشينهم في الرفاهيه ملي كنا معيشينهم في الرفاهيه. اذا ما يقولش شي واحد هذا ماشي راجل، كان خدام مسكين. لاحظ صافي بنادم جا الحديد خير وكان محتاج المساعده، محتاج ليها 100%. عود معايا المحل وشو الحاله محتاجين ليها اخويا. ورزقنا كيعطينا سيدنا، ما كيعطينا لا قيد لا مقدم الى السلطه. شوفوا خوتي المغاربه شحال من الاضرار. لاحظ ما كيعطيناش القايد. شوف كي كيهجم على القايد والسلطه والشيخ، مشى ديريكت لعند الملك سيدنا. هذا اشكال اخر في المغرب. عقلتوا الملك محمد السادس قال له المسؤول لو كنتو كديروا خدمتكم ما يجيوش يقصدوني، ما يجيوش يهضروا معايا. بطبيعة الحال أعتز بالتعامل المباشر مع أبناء الشعب وبقضاء حاجاتهم البسيطة، وسأظل دائما أقوم بذلك في خدمتهم. ولكن هل سيطلب مني المواطنون التدخل لو قامت الإدارة بواجبها؟ الأكيد أنهم يلجؤون إلى ذلك بسبب انغلاق الأبواب أمامهم أو لتقصير الإدارة في خدمتهم وللتشكي في ظلم أصابهم. دابا هذا عباد الله اخوتي المغاربه ديريكت تمشي لسيدنا. فين هو القائد؟ فين هما المسؤولين؟ هذا المواطن المغربي منين جا هذا الوعي، هذه الطريقه من التفكير؟ تصور لغا كل شيء سيدنا، تعرف غير سيدنا، وغدا قالوا له سيدنا ما عطاكش، عاوتاني غيبقى عايش موقف من سيدنا. فين هما المؤسسات؟ فين الحلقات الوسطى؟ واش ما كنضروش المؤسسات بهذه المنطقه هذا دابا؟ واش هذه ماشي الشوهه دابا واش هذه شوهه ولا ماشي شوهه؟ شكون اللي صيامو دايز له دابا وما يتالمش لهذا الشيء؟ علاش ما قدرناش ننتجوا الثروه لهاد عباد الله؟ علاش؟ قولوا لي خوتي المغاربه، هاد التبهديل شكون اللي يرضى بهذا التبهديل دابا هذا؟ شكون اللي صنع هذا الشيء؟ شكون المسؤول؟ عندي سؤال دابا، واش نعطي نجيب صنع هذا ولا هادي؟ وصنعهم توفيق بو20، صنعهم الزبزافي، صنعتهم خلود. قولوا لي يا خوتي المغاربه هادو شكون صنعهم؟ من هم المجرمون المسؤولون عن صناعه هذه الآلات؟ هادو هما المجرمين ضد الوطن. هو اللي كيعطيني هذه الآفات، ماشي واحد عبر بطريقه غير ما كنتفقوش معاها. واحد السيد خرج بمسيره دون ترخيص ما متفقنش معاه، دخل للجامع ودار كذا ما متفقنش معاه. صحيح كلها انحرافات يا سيدي، ما كاين باس، ولكن اللي يصنع لي هذا، اللي كلا رزق هذا، اللي ما وصلش الحق لهذا، اللي شو هذه دابا داك اختار لي كاع المسيره ديال الزفزافي وريافه والمقالات اللي كتب توفيق بو20 وداك الشيء اللي قالوا معطيه ونجيب حياته كلها. بالعكس هذاك الشيء كامل كينبهك، هذا راه كيشوه. اذا السؤال لو كان شكون اللي وصلنا لها؟ خصني نمشي نجيب المقدم اللي كلا القفه ديال هذه المراه، ونجيب القايد، ونمشي نقلب على المسؤول والسياسيين. علاش عندنا هذا التبهديل؟ علاش الانسان ولا يسمح في ولادو ولا يسمح في ولادو؟ دوك الولاد فين يكونوا في المستقبل؟ وشحال عندنا الملفات الطلاق في المغرب؟ ها مدونه الاسره خصها توجه لهذا الجانب الاقتصادي. ها المراه فين؟ فكرت ديك الوزيره ديال السياحه كيفاش دايره ديك الصوره في السياحه زنجبار ولا سمي الناس مفطحه. ها المراه المغربيه مسكين. دابا سؤال اخوتي المغاربه، شكون اللي وصلنا لهذه الآفة؟ واش عندنا ثروه ولا ما عندناش؟ واش ما كننتجوش ثروه؟ الملك محمد السادس قال اين الثروه؟ أين هي هذه الثروة؟ اذا الملك يقر بوجود الثروه ولكن ما لقاهاش كتوصل للناس. سول الملك فين كتمشي الثروه؟ اين هي؟ فين كتمشي؟ فين كيمشي هذا الشيء؟ علاش الثروه ما كتوصلش للناس؟ الثروه راه كاين في المغرب، المغاربه تنتج ولكن ما كتوزعش بشكل عادل. شكون اللي وصلنا لهذه المشاهد الخطيره؟ لو كنا علاش هذا الصف، علاش هذه الفيديوهات ماشي موضوع نقاش اليوم في التلفازه؟ لا ماب ما ديرش شي خبر. السي الهاشمي بالك عال المندوب السامي هذاك ديال المندوبيه المهداوي، ها نشر لنا ان قال لك سيدي لقيت ارحل الاخرون تهددون استقرار المملكه المغربيه مول لا ماب. يا سلام عبر، ما كاينش شي وكاله ديال في العالم كتفكر هكا. قال لك اللي هضرتي على الحكومه تهدد استقرار كتزع الفتنه، اللي هضرتي على ولا بنا نهضروا القطوط لا بنا نهضروا. دابا انت وريني واش عمر لا ماب نشرت بحال هاد الصور. لا ماب هيك وكاله ديال الارشفه، راه ماشي عيب نشر هذا الشيء السي الهاشمي باش يشوفوه المسؤولين. وثق هذا الشيء، وثق انت جهه محايده تؤرشف الاحداث الوطنيه. هذه احداث دابا المغاربه هذه الايام شفتوا شحال ديال الفيديوهات الجوع ما عندنا ما ناكلوا، الفيسبوك تيغلي واش لقيتوا لا ماب فيها شي خبر ديال ما عندنا ما ناكلوا؟
شنو كتلقاو في الاخبار؟ والزروال جاب العجول من البرازيل، يو 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 لا باب نشرت العجول جايين من البرازيل. شي كنا في شي دوله ديمقراطيه، نقسم لكم برب العزه يا حتى يتحاكم اخنوش والصديقي على دوك العجول اللي جاب. نقسم لكم بالله لو كانوا الناس يا ريت يقراو انطولوجيا هاد الهضره اللي كنقول، ماشي سطحيا، لا يدخلوا للعمق. بمعنى انت تقول المخطط الاخضر ونعطيك فلوس والملاير صندوق النقد ونشد انا الفلوس بالملاير وتاخذ المساعدات من الاوروبيين وتاخذ صندوق وتدخل في واحد المشروع، شو يلقاك جايب لي البقره ديال البرازيل؟ هي فين هو بقرنا؟ فين هو بقرنا صديقي؟ اخنوش فين البقر ديالنا؟ مال البقر مات؟ واش جا شي فيروس قتلنا البقر ولا؟ مال البقر مالو؟ تذبح، شكون ذبحو؟ علاش تذبح؟ علاش تذبح البقر؟ ناري شنو والله لا بات صديقي نهار واخنوش ما يبقى لهم والو، بالعكس يترقاو. دابا انا كنقول لكم، كنقول كلامي وغادي بحالي. دابا انت وزير ديال اخنوش، انت وزير بروج، نجيب البقره من البرازيل. سؤال اخوتي المغاربه، وهذا عاوتاني بغيتكم بتأني تاملوا معايا اخوتي المغاربه. هاد البقر اللي جا من البرازيل شكون اللي مستافد منه؟ زروال، ولد زروال ياك زروال والبرازيل. نعاودها، البقر اللي جا من البرازيل شكون اللي استافد منه؟ استفدنا منه حنا المغاربه؟ لا، استفد منه زروال اللي جابو، واستفدت منه البرازيل، وحنا الوطن ضعنا. هذيك البقره ما تكبرش عندنا في المغرب، ما عندناش 67 يا سلام. واش ما عندناش ارض؟ واش ما عندناش مرعى فين تاكل البقره؟ واش ما كاينش؟ كاينه الارض خصبه. شحال مساحتها؟ 67%. عقلوا مزيان، 67% فقط. 33% اللي غير صالحه للزراعه في المغرب. 67% ارض صالحه للزراعه في المغرب. الماء موجود، الا ما عندكش الماء البحر حليه، الخيرات. ولكن ما كاينش المسؤولين، البشر اللي مسيطر لاباس عليهم بخير مفطحين وباغيين هذا الوضع. الشتا كتصب ما بقاتش الشتا، ها البحر. كاين الماء كيديه لك الفريز، كديه لك عدد من الحوايج اللي كيستوي. اذا علاش غنجيب بقره من البرازيل؟ علاش شوفوا خوتي، النهار المغاربه عاد النقطه خذوا مني وداك الشيء اللي قلته كله نساوه. دابا صحاب لكم هذا الشيء ساهل اللي كنقول لكم. جبتي البقره من البرازيل في ارض 67% ارض صالحه للزراعه، وعندك وزير 13 عام فلاحه، وعندك 67% ارض صالحه للزراعه، وعندك يا عباد الله وجايب البقر بلا حشمه بلا حياه. فين هو البقر ديالنا؟ علاش ما كاينش بقرنا؟ ماني المسؤول؟ حتى واحد ما تقال، حتى واحد ما تعافى، حتى واحد ما تحاسب. لما كانتش هذه سميتها السيبه والفوضى، اش ما نسميوها؟ وكنا في دوله ديال المؤسسات وديال ربط المسؤوليه بالمحاسبه. اجي الشريف البارح كتقول لي عطيتي 4000 درهم للعجل اللي ولد. فين هما العجول اللي ولدوا 4000 درهم؟ فين هو المال العام؟ جايب لي البقر. شفتوا الثروه كيفاش دايره؟ اذا هذيك الثروه البقره كو كبرت هنا تصور بقيره صغيره، واحد السيد كيسرحها، احنا درنا السارح، احنا دورنا مع السارح. السارح ملي كيسرح لك البقره بعد هذاك السارح يمشي النجار يصاوب شي سداري، ها هو حرك النجار. كيمشي يشري ليا مثلا شي تريكوات، ها هو سميتو، كيمشي يبقى يحلق شعره 4 المرات في كذا. هذا على السارح روج. احنا خلقنا موظف سارح، داك اللي كيعلف الجزار، البقر موجود، كلشي كيروج الحركه. دابا ملي كنجيبوا البقر في السيرات جبناه والزروال وبعناه شكون اللي ربح في هذا البلاد؟ فين هي الحركه التجاريه؟ فين هو الرواج؟ علاش المغاربه ملي كنديروا دابا مثلا ملي كتكون 80 مليون قنطار، بعض المرات كيكون الفلاحه زوينه كتعطينا 80 مليون قنطار، شحال كتعطيك 80 مليون قنطار؟ على 250 درهم كتعطيك شي 20 مليار درهم. كتزيدك نسبه النمو 2% مثلا، نسبه النمو كتزاد. غنطرح لكم واحد السؤال مهم، علاش في قطاع السيارات يقدر مثلا تعطيك مثلا بيع والشراء والرواج مثلا شحال قلنا الفلاحه عطاتك 80 مليون قنطار كتعطيك 20 مليون درهم، خاصها تعطيك 60 مليار درهم، ولكن نسبه النمو كاع ما كتزاد. سؤال علاش؟ عمركم سولتوا راسكم هذا السؤال؟ لان الفلاح ملي كيبيع ويشري وكيروج، الفلاح كيستهلك، كيدير العرس لولده، كيصاوب الخشب، كيمشي كيشري شي ارض، كيشري شي طانوبيل كيروجها، تما النمو كيتزاد. اما الاخرين شكون اللي كيستافد؟ كتستافد الشركه رونو فرنسا صيفط لها الفلوس مثلا، كيستافدوا اقليه. هذا هو عمق الازمه في المغرب. كاين قطاعات وخا الفلوس كيستافدوا منها 5 الناس 10، اما الفلاحه ولا بعض القطاعات كتنعكس اثارها على كلش، الرواج الاقتصادي كيروج ونسبه النمو كتزاد. هذا هو عمق، هذه هي الاختيارات. دابا خوتي ملي كتسمع شي واحد مثلا كيستافد
فقيه بن صالح ولا مراكش ولا بني ملان. شكون هما هاد 21؟ بغينا على النيابه العامه تبحث في هذا الشيء وتقلب واش بصح هذا الشيء. وسمعنا بان الامارات فلوس جات خياليه قالك تدخل، وربما في دول اخرى. هاد التهريب دابا، هاد السيده اللي هاد التهريب ديال الاموال اللي كيخرج، علاش ما قدرناش ننتصروا عليه؟ علاش ما قدرناش ننتصر؟ عندي واحد السؤال نسولو لكم بهدوء ومن تحتها ومن فوقها. ما خصناش نسيئوا المسؤولين ديال المغرب كاملين، مثلا السي حرامو، السي الحموشي، السي المنصوري، الملك ديال البلاد، المستشارين ديال الملك، وزير الداخليه، القضاة. هذا هو الاصل، انا معه، لا يجب الاساءه. ولكن واش نجحنا في هذا الشيء ولا ما نجحنا؟ وتبعوا هذا الشيء راه بسيط، ولكن غير تاملوا معايا. شكون اللي كيقدر يسيء للمسؤولين علنيا؟ ما كيقدرش، حيت فيها الحبس باي، حيت المغربي مقتنع. اذا نجحت الدوله ان الناس ما يسيئوش. الا ساء شي واحد تدوينه وكذا ومخلوع وكيعتذر وكيمشي للحبس، ولكن ملي جماعه كنا انضبطنا لهذا العمل اخلاقيا. ولكن كاين حتى الخوف. اعطيكم مثال اخر باش نعطيكم الصوره. علامات المرور، علاش بعض المرات ما يكونش البوليسي في الطريق شعل البوله حمراء والدنيا خاويه رمضان والمغرب كاع، كتلقى واحد واقف كيتسنى تيشعل الضوء الخضر؟ ماشي بالضروره ثقافه واحتراما المرور، لا، كاين حتى الجانب الخوف، حيت اقتنع بانه بكثره البوليسي كيدير له ما كيعرفش البوليسي من يخرج له. اذا الانسان ملي كيعرف العقوبه نازله كينضبط، كيتكالم مزيان. قياسا على هذه الامثله اللي عطيتكم، علاش ما قدرناش فرضنا الناس تخاف وما تخافش القانون وما ديرش الفساد؟ علاش ما قدر وما تهربش الاموال مثلا؟ علاش ما قدرناش نفرضوا احترام القانون في كل شيء؟ علاش فرضنا القانون؟ المغاربه كيمتثلوا القانون في بعض الجوانب، في جوانب اخرى كاين السيبه، مسؤولين ولا غير مسؤولين. لماذا ما نجحناش؟ كيما فرضنا الناس دخلناهم في كورونا، فرضنا على الناس يأديوا كذا، ملي كتبغي الدوله دير شي حاجه كديرها. علاش ما فرضناش؟ علاش نشوفوا هذه المشاهد؟ علاش اخوتي نهضر مع خوتنا المسؤولين بمنتهى الادب والاحترام. انا مغربي، ملي كتشوف هاد الصور شنو؟ واش هاد الصور صنعتهم انا؟ صنعهم منجيب؟ شكون صنعهم؟ واقع. شكون مسؤول هذا الواقع المغربي؟ فين هي مكاتب الدراسات الاجنبيه اللي كانت كتعطينا؟ فين هي الاستعانه؟ وفين هي الخلاصات ديال ديك المكاتب؟ واش درناها ولا ما درناهاش؟ شحال وقلتها في مناسبه اخرى، 2 المليار قال لك دولار غير ديال المكاتب الاجنبيه اللي مشات ديرها. فين هي المكاتب الاجنبيه الدراسات الاجنبيه؟ فين هي المخرجات ديالها والتوصيات ديالها؟ وعلاش ما نجحناش في هذه المكاتب الدراسات الاجنبيه؟ علاش ما انتشلتناش؟ علاش عطاتنا هذا الواقع؟ فين هي المبادره الوطنيه للتنميه البشريه؟ فين هي المبادره؟ علاش ما نجحتش؟ علاش ما نجحش المشروع؟ الملك محمد السادس قال المشروع التنموي فشل. علاش فشل المشروع التنموي؟ علاش فشل؟ ومن افشل هذا المشروع؟ وفين هما المسؤولين على الفشل ديالو؟ واش باقيين كيدبروا العام ولا سالوا؟ نفس الوجوه اللي كانت قديمه هما اللي كاين دابا. مشروع فشل، اخنوش باقي، الفتيت باقي، شكون هادو؟ كلشي نفس الوجوه القدام باقا هما كيسن. الحليمي باقي، هاد الصراع دابا اللي كاين بين الحليمي والجواهري واخنوش، شنو هذا المستوى دابا؟ حنا كمغاربه كنتبعوا هذيك مؤسسات حكوميه وهذوك مؤسسات عاوتاني دستوريه وقاسن بيناتهم. دابا المغربي يحطوا وسط هاد الارقام وهاد التصريحات، كيفاش يعيش؟ شكون عنده الحق؟ واش هذا وضع سليم؟ واش هذا وضع عادي؟ وعليه كون كان شي تواصل بين الحكومه كان الحليمي يخرج هكاك ولا ولي بنك المغرب؟ هذا كيبان بان اخنوش طالع لهم الجبل. ما كاينش تواصل بين المؤسسات. حنا كمواطنين علاش ما نجمعوش هادشي بيناتكم؟ طبعا حنا كنقولوا كصحفيين خصنا المعلومه، ولكن هذه المعلومه كتخلع بالنسبه للمواطنين. قولوا لي اخوتي المغاربه، فين هي مكتبه الدراسات؟ علاش ايران اليوم كتصيفط كتصنع طائرات الدرون؟ تصوروا اخوتي المغاربه، الصين باغيه تشري 15,000 طائره من عند ايران. ياك ايران عليها الحصار سنوات وتنتج الطائرات. ايران ما كتشريش الدواء. شوفوا ايران عليها الحصار وكتشري الدواء الراس، وعندها اكتفاء ذاتي في الغذاء، وكتصاوب الطيار وعندها الحصار. ودابا تصالحت مع السعوديه وحلت مشاكلها، وهي اللي ولات تعزل اسرائيل. حنا دابا حنا كمغاربه علاش ما كنصنعوا لا دواء لا علف وحتى حاجه ما كنصنعوها في هذا المغرب؟ علاش هاد الدوله ما تصنعش؟ علاش كنشريو الدواء؟ علاش العلف ديال البهايم كنشريوه؟ انا ديال اللي ما بغاش تصرط لي، والعداوه عباد الله، والعلف ديال الدجاج شارينه،
والعلف ديال الغنم شارينه، والعلف ديال البقر وديال الخروفه والعلف ديال العود والعلف ديال النحل، ما عرفتش النحل تا واقيلا كيعلف. وما معنى دوله فلاحيه وخطط الاخضر وكتشري الاعلاف من برا؟ كلشي كيتشرى من برا. فين كاين الخلل؟ علاش كنشريو من برا كلشي؟ علاش حنا بشر ما كننتجش؟ علاش اخوتي المغاربه؟ علاش؟ اذا شكون اللي وصلنا لهذا الشيء؟ هو هذه السياسه الفلاحيه الفاشله، المكاتب ديال الدراسات الاجنبيه وعدم الاعتماد على الذات. انا عطيتكم تجربه ايران، كوريا الجنوبيه ما على من اعتمدت، تركيا على من اعتمدت، تركيا. علاش حنا المغاربه ما كنعتمدوش على وليداتنا، على طاقاتنا، على بعض؟ علاش ما كنتيقوش في بعضياتنا؟ علاش ما كنتيقوش في بعضياتنا؟ بغيت نقول واحد الهضره عاوتاني كامل. علاش ما كنتيقوش في بعضياتنا؟ علاش ما كنخليوش بنادم نخليو داك الشيء بوحدو يكبر؟ ديما خصنا نديرو صباعنا تما، حنا دائما صباعنا خصو يكون تما. علاش؟ هذا شعور. هبط لك الملعب، خاصك القجع يهبط لك. الدراري يلعبوا مزيانين، قاع القجع، عوض ما الناس يهضروا على حكيم زياش وعلى حكيم، نقولوا نهضروا حنا على زياش، على القجع. انت القجع ما تبانش، عارف انك سيدي، عارف نقول لا، خاصو لي فوطو ديك السيك سلم زعما. لكن شي نجاح راه انا استثمار سياسي. منين ما تبان؟ هضرنا وبحال دوزنا ديك، قالوا عليك الرجاويه القجع فاسي، اسيدي عاد تدرج شي شويه، تدرج. لا، هو عارف ديك السيك يهبط في الملعب، هبط الملعب، وسط الملعب، طاق 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 طاق. ماشي قادر ما تفهموش، فيها استثمار. كيولي دخلنا الصفحات، عوض حنا ما نهضروا على اللاعبين هما يكونوا نجوم، ولا عندنا النجم هو القجع. ديما صباعك تما، ما يخليكش تكبر بوحدك، ما يخليكش تبان. المغاربه ما خصهمش الشعب ولا انه نثيقوا في الشعب ولا نثيقوا في لا، ما يمكن لكمش تكونوا بلا بينا، حتى لا كنتوا ما عمركم تكونوا، واذا كنتوا ففي فضلنا، وها حنا موجودين معكم. علاش اخوتي؟ علاش حريه التعبير؟ علاش دابا هذا الشيء اللي وصلنا ليه، هاد المشاهد جزء منها كذلك وسببها حتى حريه التعبير. ملي كتشد الصحفيين في الحبس، اش من تنميه غتكون؟ كيفاش غيكون النقد؟ انتقادات، كيفاش غتولي تتصرف؟ دابا تصوروا شي مسؤولين ما عندهمش اللي ينتقدهم، عارفين الصحافه في جيبهم، راه يديروا الخيارات اللي بغاو ويديروا السياسه اللي بغاو. تصوروا ملي كتعرف شي واحد كينتقدك ولا عاس عليك ولا حاضيك، كتولي تحسب ولا لا؟ واش كتولي تخطط ولا لا؟ تصوروا خوتي المغاربه، ونتمنى ما يتقلقوش، هذه سياسه بلادنا واختيارات كنناقشوها بادب واحترام. تي جي في زوين لبلادنا، زوين، ولكن تصور ان امريكا ما فيهاش تي جي في، تصور ان بريطانيا ما فيهاش تي جي في، والمغرب فيه تي جي في. تصور فلوس التي جي في دابا شكون اللي خدم فلوس خرجت لبرا عند فرنسا؟ شحال العمله الصعبه باش خرجت الفلوس الصعبه. تصور ديك الفلوس ديال التي جي في ندعموا بها كاع الفلاحين ديال البطاطا وبصله، ملي غدعموا غيبيع لك رخيص. تصور اهم حاجه هي القفوه، انا ناكل ما اخوتي. دابا انا عندك التي جي في وعندك مرا كتولد في الزنقه، حنا عندنا التي جي في وعندنا هاد المرا هذيك كتقول ما لقيتش ما ناكل. هي فينا. دابا حنا لعبنا مع البرازيل، شحال شرينا الماتش ديال البرازيل فلوس؟ صحيح انا من الناس اللي كنعشق الكره، احنا بكل كنعشق الكره وكنحمق على الكره، ومن الناس اللي باغي منتخب ونديو كاس العالم وننظموا كاس العالم. ولكن تصور كتسمع دابا مرا ما عندها ما تاكل، غتلقى انت شاري ماتشات ولا باني ولا اذا كاين خلل في التنميه، ما غاديش داكشي هو هذاك. كاين مشكل، ما كاينش اولويات. علاش ما ندعموش؟ اول حاجه هي القفوه، امننا القومي. بعدا اسس الامن القومي، اهم اساس الامن القومي شنو هو؟ الماكله والصحه والتعليم. شي خوتي المغاربه نبداو بالاولى بالماكله. تصور انا ما واكلش، ما غنشوف لا ماتش، ما غنمشي لتي جي، ما اعطيني ناكل بعدا، جاوب لي على الماكله. هذا كليت مزيان، عاد كنتاقلوا الاخرى كلينا ملي كناكلوا، عاد كنشوفوا الدار، كنشوفوا الصافره، نمشيو نعزيو ولا نشطحوا ولا نتقهوا ولا شوف اش غنديروا. راه ملي كيقول لك بنادم ما واكلش صافي كيسالي معاك، كيبان لك انه كاينه سرعات ماشي هي هذيك في البلاد. واش دابا هذا منطقي انك انت تطلع فور بس ثروتك كتزاد وكاين مغاربه اخرين ما عندهمش ما ياكلوا؟ واش هذا الامر يستقيم؟ مشكل اخر اللي وصلنا لهذا الشيء نعطيكم معاه بزاف، بحال دابا ديك الاحكام القضائيه، بحال دابا تفكرت داك محمد بن عيسى ديال الازيره، دابا عاد تفكرت. تصوروا خوتي المغاربه عطى قرار باش يتبنى واحد الاوطيل،
من بعد هو النيت اعطى امر بالهدم ديال الاوتيل، والامر والعداء على بلاد والعداء على بلاد ما كانش نقول 4000 مره، وهو عطى امر بالهدم، والامر بالهدم تيكون ديال العامل. تصور خدا السلطه ديال العامل، والله لا قدرتي تهضر معاه محمد بن عيسى، ها القانون يخرق ويذبح، ذبح القانون قدام العالم. تعرفوا شحال مشى لذاك السيد دعاه في المحكمه اذا شحال حكمت له المحكمه 5 المليار وشي حاجه ذاك الاوتيل. نسولكم المغاربه، يا سلام شكون اللي خلص هاد 5 المليار؟ هذا القرار الطائش، قول شكون اللي خلصها؟ انت اللي كتفرج فيا، انت جزء منك، انت وانا، انت ساكن في خريبكا وانت ساكن في اكادير وخلصتي من فلوسك على ذاك القرار اللي دار في ازير. تقول لي كيفاش؟ هو ان الداخليه صيفطت تقريبا شي 2 المليار ولا مليار من فلوس ديال الدوله ديالي وديالك وعطاتها لمحمد بن عيسى باش يخلص داك السيد في المحكمه. وهذا السيد اللي دار هذه العمليه للدوله والداخليه هو رئيس جماعه دابا. وشحال من عام هو رئيس جماعه؟ 30 عام. غريب هذا المغرب هذا، والله تا غريب الاطوار. كاينه شعارات وغنصلحوا نصلحوا نصلحوا والروينه نايضه وكل شيء عارف كاين شي حوايج ما كيتحركوش. غريب هذا المنطق. المغرب خصو يتغير، وكنعلنوا فشل المشروع التنموي وكنعلنوا فشل هذه وخصنا نغير وخصنا، ولكن كاين اشخاص مش مسؤولين على هذا الاوضاع. باقي هو 40 عام هو رئيس جماعه، 40 عام اش زاد في هذه الازيله؟ تلقى شي طرقان باقيين فيهم الحفاري. انا ماشي كنتعرض له كشخص اخوتي المغاربه، حاب منطقوا معايا واش هذا الرحم الكرش الزيلاشيه، الكرش ديال الازيله ما تقدرش تولد لي بنادم اخر يسير، المهم على كرش كتولد لي نفس الشخص هذا 40 عام. يعني حتى السكان الازيله عاوتاني بعضهم يعني بغيتش نقول بشي كلمه، حتى البشر حتى الساكنات البشر عاد دور معاه وعطيه بعضهم ماشي كاملين، ما كنقولش كلش. صافي خصو بن عيسى يعرفها بن عيسى صافي، غير شي حاجه يستافد منها، خليه يبدل النخب، بدلو. اذا باش نختم اخوتي المغاربه باش ما نطولكمش بزاف، هاد الصور تديننا، هذه الصور تديننا وكتضرنا اكثر ما كيضرنا البوليزاريو. الشيء البوليزاريو كيأديونا والصراع معهم الى ان يرث الله الارض وما عليها، الى ان يامنوا بان يدخلوا عندنا مرحبا بهم. ولكن البوليزاريو راهم فينا، راه الجيش مقابلهم، كاين مشكل. حقا تفكرت دابا الشيء بالشيء يذكر، هاد الصفحات اللي كيقابلوا بوليزاريو والجزائر، اليوتيوب، والجيش قاد بوليزاريو والجزائر، الجيش المغربي قاد بهم، المؤسسه الامنيه قاده بهم، وهاد الصفحات وهاد اليوتيوب علاش ما تجيوش تهضروا على هاد المراه وتهضروا على الاقتصاد وعلى المخطط الاخضر؟ علاش ما تجوش السياسه الداخليه؟ وقفوا مع الناس ما كتلقى ما تاكل. هاد البوليزاريو واش غيدير لنا اكثر من هاد المراه ما لقات ما تاكل سالينا. ايوا حنا ولا عندنا البوليزاريو داخل دابا. اذا واش هذا لا دابا ساهل، خصو معاه بوليزاريو الجزائر قاده بها الجيش المغربي، ساليه الجزائر قاد بها الجيش المغربي. وهضر لي على هنا، دوز لي الاخلوش ودوز لي الوهبي ودوز لي الولاة ودوز لي العمال ودوز لي القياد ودوز لي البرلمانيين، وماشي دوز لي بالفعل وفي اطار البلاد باش نصلحوا هذا الشيء. تصوروا حنا الاعلام كامل كنناقشوا، ماشي حنا دابا خطاب الكراهيه بيناتنا. وعباد الله شحال من قناه نديرنا على ودي انا، شحال من قناه اليوتيوب كنبقى كنشوف. تصوروا شحال المجهودات هذوك المسؤولين اللي كننتقدهم دابا داروا قنوات وصفحات خاصه بالمهداوي. تصور انا شكون عندي شي شكاره، راه ملي كنلقى شي قناه كتبقى تنتقدني والله حتى كنبقى نضحك. اولا كنشكرهم، علاش؟ حيت النقد كيخليك تحسب. دابا انا شحال هذه شي كانوا هاد القنوات قبل ما ندخل الحبس داروا، راه الخطا كانوا داروا عليا القنوات قبل، والله ما كنت نمشي للحبس ان شاء الله، كنت غنبقى نحسب حيت ما كانش عليا النقد قبل. كتبقى تهضر علاش النقد زوين. دابا لا، هاد القنوات كنقول لهم شكرا، ملي كنحسب مع السن عليا كنقول نحسب معاهم انا رابح، الله يقويكم باش كنستافد من ديك الانتقادات ديالكم. ولكن بعد انا فرحان بكم تكون. اخي عندي سؤال، كنبقى نضحك واش البشر شنو عنده الداخل؟ كتخلي وزير عنده ميزانيه، كتخلي واحد عنده فلوس ديال الشعب، كتجي عندي انا صحافي، انا عندي شي ميزانيه، انا خايب ما فيا ما يتشاف سوقي، غايقول لي كي شكون انا تريبني؟ انا مالي؟ واش انا حكومه؟ واش انا وزير مؤسسه عموميه؟ واش انا وكيل عام كنعتقل وكنرخي؟ شكون انا؟ صحفي عندي راي. مخلينهم كل شيء في المغرب المهداوي. والله العظيم الا كاينه قنوات في اليوتيوب خاصه بيا يوميا، ما كنبقى كنضحك تبقى نقول شو على بشر اعطيه 2000 درهم شي واحد ولا اعطيه 3000 درهم ومقابلني انا مع كامل الاسف. هذا جزء من الازمه. اذا اخوتي اللي وصلنا لهذا الشيء هذا هو كنقول هذه المكاتب الدراسات الاجنبيه، اذا خص جاء الوقت نعتمدوا على اولادنا لداخل. ثانيا خص السلطات في المغرب واحد النوع من كل احترام لها
التواضع. راه مشكلتنا هو التعالي، راه خصنا نتواضعوا نخابنا والناس اللي مزيانين نشجعوهم. واش عباد الله من هذاك عمر بلافريج برلماني زوين مشى بحالاته، فين مشى هذاك عمر بلافريج؟ مالو هذاك الدري خايب هذاك بلافريج، هذاك افتاتي ديال البي جي دي مالو؟ اش فيه هذاك يسرق لك؟ اش هيدي هذاك افتاتي علاش ما يكونش في البرلمان وعمر بلافريج يكون في البرلمان وعدد من الوجوه اللي كانوا في البرلمان زوينين؟ اش غنديروا؟ علاش هذا الابعاد ديال عباد الله عاد نجيبوا هذوك المرايقيه الا من رحم ربي؟ علاش اذا هذا الابعاد ديال النخب المزيانه، عدم الاعتماد على وليداتنا، هذه العمليه ديال الاستثمار بحال دابا القطاع الفلاحي. عباد الله راه خصنا نستثمروا في القطاع الفلاحي، والدوله خصها تدعم الفلاحه. الا بغيتوا الحياه تزيان تولي البطاطا رخيصه، المغربي ما كياكل وكيشرب وينتج. نقطه اخرى مهمه، راه خص عباد الله نلقاو شي صيغه ديال هادشي ديال الكفوف، هاد الكفوف الرمضانيه، يا اما غتنظم ما يبقاش يخرج لنا هاد الشبهه. ودابا سمحوا لينا دابا شنو غنديروا في هادشي؟ النيه زوينه وفكره زوينه نبيله على ان الدوله تفكر في واحد كذا وكيكون واحد النوع من التكافل مزيانه، وكنعتقوا الانسان واحد اللحظه عملش ولا بلاش مزيان، ولكن ملي ما خاصش خصو يتضبط. تخرج بنادم تيقول لي ما عندي ما ناكل، انا غنسمح في ولادي، يبقاو حنا نضحكوا علينا نقول لك كنسمحوا في المغاربه كيسمحوا في ولادهم. الشبهه. وعلاش ما نوصلوش واحد اللحظه حنا يكون سيدي هاد الدعم تيكون ملي كتكون شي فيضانات ولا جراد، اما ما كيولي سياسه مهيكله على طول حياتنا كلها، كيولي بنادم كيولف في يسعى. كنعلموا الناس يسعاو، كنعلموا الناس ينتظروا، كنعلموا الناس الانتظاريه والاتكاليه. علاش ما صافي نديروا شي سياسه سيدي تحمل مسؤوليتك، نعطيه باش نوجدوا له، نحسيوهم هاد الفقراء، نحسيو هادو اللي ما عندهمش كاع مرة اللي مقردين، وندعموهم مشاريع. الا الحالات اللي ما قادر لا يخدم لا والو، هذيك ما كاين باس ديروا واحد البنك ديال الاقتصادي ولا شي حاجه كما كدير عدد من الدول. ما نشوفوا بحال هكا الصندوق كيدابزوا والمقدم كيلعب في داك الشيء، واحد عنده 50 قطار قال لك يدي، واحد عنده 20 قطار. تصوروا كل عام رمضان كنسمعوا هذه المواضيع، وحنا كنضروا اخوتي المغاربه. راه كيأثر في نخوتنا وفي شموخنا وفي عزه نفسنا، راه هذا هو اللي كيهلك المغرب. علاش؟ نقطه اخرى واللي وصلتنا هذا الشيء، حريه التعبير، حريه تقريبا الناس تهضر. عباد الله ما تضيقوا. واش ملي كنمشيو نشدوا بنادم عنده تدوين نتبعوه؟ شنو بغيناش نخلقوا بنادم والناس مجموعين البوليزاريو في طنطان ما شفناهمش، وواحد التدوينه كنقتفيو اثار. يعني انا كنصنعوا جو الخوف، الناس ما تهضرش، نتبعوا برلماني ما يهضرش. واش كاين شي واحد في العالم كيعيش الخوف اللي كيعيشوه النخب في المغرب؟ هذا سؤال غنختم به، والله حتى كنقولها بمنتهى المسؤوليه. سؤال، واش كاين شي نخب في الكره الارضيه كلها، اختاروا اي دوله، كتعيشوا الرعب اللي كتعيشوا النخب؟ انا راه صحفي وكنهضر مع النخب اخوتي على التليفون، ترى كلشي كيموت اصاحبي، وراه مصيبه المغاربه. دخلوا لواحد وبنادم غيموت بالخلعه، غيموت. ونقول لكم واحد المفارقه عجيبه. انا خطابي قبل الحبس كان اكثر، يعني كنت شويه مدوزي بحسن النيه. من مور الحبس لاحظت واش اخويا وليت كنحسب. علاش وليت كنحسب؟ مزيان كاع نتاج القانون اللي قريت شويه، وثانيا ولات عندي واحد الفهمه، بدلت كيفاش ننفع الوطن. ماشي المشكل هي تهضر وشويه فهمنا الازمه، ولكن بغيت نوصل لكم واحد المعلومه ونختم بها. قبل الحبس كنت مدوزي، كنت مصيبه كحله بمعنى من المعاني، وقبل الحبس كانوا كيتعاملوا معايا عدد من الناس. من مور الحبس ولا خطابي هكا، وعاد ما بقاوش كيتعاملوا معايا بعض الناس، ماشي بمعنى يتعاملوا معايا، بنادم خايف. يا اذا كان الجو، شنو اكتشفت؟ ان الجو كان كان الجو ديال الشجاعه، وكان الجو زوين قبل. خطابي دابا ناقص بواحد، نقول واحد ماشي ما تبدلتش الافكار، كنقول من حيث الطريقه والتعبير، يعني كتعطي اكبر اشاره بان والله العلي العظيم لو الناس كيخافوا مني اكثر ما كانوا كيخافوا مني اكثر قبل الحبس. اذا شنو فهمت؟ ان المغاربه نهار تحكم الزفزفي ب 20 عام وتوفيق 20 ب 15 عام، دخلنا زمان الرعب، كانوا بحال شي شطابه طفاو بهم العافيه، وتا انا الدبابه، فدخلنا لزمان الخوف، زمان الرعب، كلشي كيموت. والمسؤول عباد الله، واحد المسؤول في الوطيل ما بغيتش نقول حتى شكون، شاف لي قلب الطريق، خاف العالي يسلم عليك وتشدوا شي كاميرا ولا ما عرفتش. بنادم تيموت بالخلعه، علاش الله اعلم. كنشكركم المتتبعات والمتابعين القناه، والى اللقاء.